يأتي البغرير يا شباب على هذا الشكل بمقادير بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت. قبل البدء أذكركم بحديث جميل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، فتعلموا دائما أن تحمدوا الله على كل شيء. مرحبا بكم في قناتي. اليوم سوف أريكم وصفة سهلة للبغرير بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. كأس من الفينو، كأسين من الدقيق الأبيض، أو إذا كان عندكم القمح أفضل، إذا لم يتوفر عندكم القمح فالدقيق الأبيض أو الفرص. ومعلقة صغيرة من خميرة الخبز تضعونها في ماء دافئ وتضعونها جانبا، وخميرة الحلوى. وهنا هذه لا أعرف صراحة ما اسمها لغربلة الدقيق. أولا نقوم بوضع الدقيق هنا، بسم الله. نقوم بوضع كأس من الدقيق الأبيض أو من الدقيق القمح، كأس ثاني من دقيق القمح، ثم نضيف معلقة صغيرة من الملح، ثم نضع الماء عند الحاجة، يعني حتى يكون الخليط ليس بقوي وليس بسهل، يعني يكون الخليط في المتوسط كما كنقولوا احنا بالدارجة، ماشي جاري وماشي قاصح، بين وبين. نحاولوا نخلطوا هذا الشيء. نقوم بتخليط المكونات جيدا حتى تعطينا تقريبا مثل هذا الشكل. نقوم بخلط جيدا المكونات، ثم نضيف خميرة الخبز التي أضفناها جانبا، ثم نضيف خميرة الحلوى، ثم نقوم بخلط المكونات مرة أخرى بهذا الشكل، ثم نضعها في الخلاط الكهربائي. إذا لم يكن لديك خلاط كهربائي اكتفي بهذا الخلاط اليدوي فقط، لا بأس. كما تلاحظون نضع الخليط في الخلاط الكهربائي. بعد الخلط في الخلاط الكهربائي يعطينا هذا الشكل. نترك الخليط لمدة 10 دقائق أو 20 دقيقة، وإذا أردتم الطبخ مباشرة بعد الخلط لا بأس. هنا تأتي مرحلة الطبخ. نضع المقلاة على نار تقريبا متوسطة. هذا هو شكل الخليط بعدما تركناه تقريبا 15 دقيقة أو 20. بعدما نقوم بتسخين المقلاة جيدا نضع قليلا من الماء البارد في المقلاة. بسم الله. أخذ هذا. وهكذا بهذه الطريقة كلما تطبخ بغريرة تضع في المقلاة قليل من الماء البارد بهذا الشكل كما تلاحظ. هذا هو البغرير ديالنا، يأتي على هذا الشكل كما تلاحظون يا شباب. يأتي بهذا الشكل الجميل وكل عيونه تفتح بهذا الشكل. هذا هو البغرير بعد الانتهاء يا شباب كما تلاحظون، ما شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجعني على الاستمرار، وقولوا لي في التعليق كيفاش جاكم، واش صدق ليكم واش لا، وبالصحة والراحة، وتحياتي وأحبكم في الله. السلام عليكم.